والإنسان بيتغير بعد الخطوبة ولا احنا أول مرة بنشوف شخصيته الحقيقية؟ مساء الخير. بطلة حكايتنا النهاردة بعتة بتقول: أنا مخطوبة. في بداية الخطوبة كان خطيبي حنين عليا جدا، عمري ما بهون عليه. كان حد محترم، ولو زعلت كان أول واحد يهون عليا، وعمره ما كان يسيبني أنام وأنا زعلانة. كنت حاسة معاه براحة وأمان. لكن من فترة بدأ يتغير، في حاجات كتير فيه اتغيرت، خصوصا بعد ما بدأت أتعامل مع أهله. أنا والله بحاول أعمل اللي عليا وزيادة، بسأل عليهم وبقف جنبهم في أي ظرف، وبحاول أكسبهم بكل الطرق. مقابل كنت بحس منهم بعدم تقدير، وفي تصرفات كانت بتزعلني، وكل مرة كنت أقول معلش عشان خاطر خطيبي. ولما حصل عندهم ظرف صعب كنت واقفة جنبهم جدا، وعملت كل اللي أقدر عليه أنا وأهلي. حتى لما اتضايقت من بعض التصرفات كتمت في نفسي وقلت مش وقته. المشكلة كانت فيه هو، لأنه هو كمان اتغير، بقى عصبي جدا، وأي موقف يحصل أول حاجة يعملها يجيب الغلط عليا حتى من غير ما يسمعني. ولو حاولت أشرح وجهة نظري يرد يقول لي أنت مكبرة الموضوع. أنا عمري ما طلبت منه إنه يخاصم أهله ولا يزعلهم عشاني، دول أهله برضه وربنا يديمهم نعمة عليه. كل اللي كنت محتاجاه إنه يسمعني، إنه يحاول يفهمني، يسمعني للآخر، يحس بيا زي ما كان بيعمل زمان. دلوقتي بقيت بقلل كلامي معاه وبطلت عاتبه لأني بقيت خايفة. مش عارفة بصراحة، هو ده مجرد ضغط وهيعدي، ولا دي شخصيته الحقيقية اللي بدأت تظهر لما قربنا نتجوز؟ بص يا ست البنات، واستني قبل ما أي حد يقولك سيبيه أو حد تاني يقولك استحمليه، خلينا نفكر بالعقل. أنا شايفة إن في فرق كبير جدا بين حاجتين: بين إنسان يتغير بسبب ضغط أو مصيبة بيمر بيها، وبين إن شخصيته الحقيقية بدأت تظهر لما حلاوة البدايات عدت. وانت قلتي في رسالتك إنهم مروا بظرف صعب، ولو الظرف ده كان فقدان شخص عزيز أو مصيبة كبيرة هزتهم، فمن الطبيعي إنه يتأثر نفسيا ويبقى عصبي وصبره يقل. عشان كده أنا مش هقولك خدي قرار بسرعة، لكن هقولك طولي فترة الخطوبة. طولي فترة الخطوبة شوية، لأن الخطوبة معمولة عشان نعرف إحنا داخلين على إيه. بس وانت بتمدي في فترة الخطوبة راقبي حاجة واحدة، مش كلامه، راقبي تصرفاته كويس. بعد ما بيهدى بيسمعك، بيحاول يفهمك، بيعرف يقول انه ظلمك، بيعرف يقول انا اسف. والاهم بعد الاعتذار بيتغير فعلا، واللي ضايقك منه ده واللي زعلك فيه ما بيتكررش. ولا كل مرة يحصل خلاف يلومك الاول وبعدين يعتذر، وبعد كام يوم يعيد نفس التصرف من جديد. لأن في فرق كبير بين غلطة بتتكرر وبين شخصية بتظهر. اسألي نفسك، لو اتجوزتيه بكرة كان كل خلاف هيبدأ باتهامك؟ هتقدري تعيشي كده 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة؟ هتقدري كل مرة تبرري كلامك وتفسري نيتك وتثبتي انك مش غلطانة؟ ولا انت محتاجة شخص يعرف يستوعبك، يحتويك، يقدر يسمعك الأول ويديكي فرصتك ويفهمك قبل ما يحكم عليك؟ صدقيني، العلاقة اللي بتخلي طرف طول الوقت بيبرر وبيدافع عن نفسه علاقة مرهقة جدا. وفي النهاية افتكري، احترام المشاعر والإنصاف وقت الخلاف مش رفاهية. إنه يسمعك ويتفهم ويناقشك وتدوروا على حلول مش رفاهية، دي من الأساسيات اللي بيقوم عليها أي جواز ناجح. مستنية رأيكم في التعليقات. أنا صافي، ودي كانت حلقتنا النهاردة.